كاملين شفنا استرال فيرا في الرباط من بعد ما جاو شي دراري في الليل وقالوا ليه سب مدينة واللي هي فاس من بعد ما قالها في ذاك البرنامج في دوزام. وانا بغيت ندوي على هذا البلان اللي كثر بزاف خصوصا في المدن الكبرى بحال الرباط وكازا واكادير والى اخره، واللي كل واحد كيشجع فرقه مدينته، وديما كنكونوا عداوات بين جمهور وجمهور اخر، بين مدينه ومدينه، والواعره كيوقفوا عليك جوج مقرقبين وكيقولوا لك قول سولو بين قوسين ديك الالترا. طبيعه الحال انا ما كندويش على مدينه وحده ولا جوج، هادشي راه كاين في المغرب كامل وفين ما مشيتي، وهادشي اللي جيت ندوي عليه في هذا الفيديو وناخذ فيه راحتي حيت هادشي راه كثر بزاف وكنشوفوا ضحايا كيموتوا نهار وليل على شي حاجه اللي ما تستحقش. انا تيفوزي واليوم جيت ندوي لك على هذا الموضوع، بقى معايا حتى الاخر. في الاونه الاخيره كما قلت لكم في الاول كثروا شي براش كيتعرضوا لبنادم في الشارع بالتهديد والشتم، واحيانا غالبا كيكون حتى بالضرب، فمشهد خالي من الانسانيه. وهذا الشيء راجع للعداوات اللي بين مدينه ومدينه. الاول واعره هي كتلقى هذا الشيء في مدينه وحده بحال كازا. مؤخرا شفنا اشطراف في البرنوسي، ها اللي ماتوا ها اللي والسبب انت كتشجع فرقه اكس وانا فرقه اخرى، غندرم عليك حتى الحومه وغتشبع حصى حيت انت ماشي معانا انت معاهم. وعلى العقليه شفتي هادو اللي كيديروا هادشي عند بالهم باللي هادي هي الالتراس، ولا ضربتك ولا تعديت عليك غتسمى واعر. زعما انا ما غندويش بسميت شي الترا في المغرب حيت هما ابرياء من هادشي، ولكن الواجب التاطير والتوعيه هذاك الشاب وذاك القاصر بالخصوص على هاد الافعال الصبيانيه. والعداوه اللي نايضه مؤخرا هي ديال المصويين والعساكر، كاملين عارفين العداوه اللي كتجمع هاد الجوج، وراه درت عليها فيديو هادي شهر دابا. ملي تسالي هاد الفيديو هذا دخل تفرج في داك الفيديو. هاد النماذج ما كنبغيش نقول عليهم عساكر ولا مصويين حيت ما يستحقوهاش، وهاد الكلمه راه كبيره عليهم، وحتى المدينه اللي فيهم هما كبير عليهم، وهادو اللي كيديروا هاد الفعال راه ماشي ولاد المدينه. انا دابا كنلوي بشكل عام وعلى كاع النماذج هادو. شفتي شي واحد ماشي من مدينتك خاصك تكبر به وترحب به، ماشي تضربو وتعدى عليه، حيت في هاد اللحظه الا درتي بحال هكا غتبان وغتسمى راجل. اما السميت هما اللي كيوقفوا على بنادم وكيبغيو يتعداو عليه حيت عارفينه ماشي من ديك المدينه. واللي كنشوف انا كيجيوك بزاف كليكا فيها 20 واحد وكيتحاموا على واحد في حين ما يقدرش يجي واحد ويواجهو. عرفتي فاش فكرتني هاد اللعيبه؟ غير في داك الكلب الخلوي اللي كيبقى غير ينبح ليل ونهار، ونهار كتواجهو وكتجري عليه وكتخرج فيها عينيك كيرجع للور وكيتكمش. سبحان الله كتشابهوا في كل شيء. اجي بعدا هاد النوع هذا كاين حتى في اكادير، والبارح الرجاء لعبات ضد وجده في اكادير في النصف النهائي من كاس الحرش. واحد الكريابس تعداو على جمهور دراجه، وعلى حسب ما سمعت انه تعداو حتى على اللاعب الزرغوني وهرسوا ليه طوموبيلته، وتعداو حتى على عائلته وهرسوا ليه طوموبيلته. الناس اكادير اللي كنعرف انا الله يعمرها دار، ناس الجود والكرم والحسن الاستقبال، ولكن بحال هاد البراش هادو كيضربوا كلشي في الزيرو وكيشوهوا سمعه المدينه لا غير. هاد النوع من الحيوان بدا كيتكاثر مؤخرا في المغرب كامل، حذيو منه. هاد النوع من الحيوان كيتسمى بالكلب السلوكي. هاد النوع من الكلب اللي كيكون عايش غير في الزنقه، وفاش كدوز من حداه كيبدا ينبح عليك، ولكن فاش كتواجهو كيتكمش ويرجع للور. كما قلت لكم من قبل، دابا الانسان ميز الله سبحانه وتعالى بالعقل وكيقدر يميز بين الصح والغلط ويهضر ويناقش ويدير بزاف ديال الامور عكس باقي الكائنات الحيه. ولكن هذا النوع هذا راه كيفقد هذا الشيء كامل، وبهذا ما كيتسماش انسان، كيعرف غير ياكل وينعس ويهاجم بنادم والانسانيه فيه منعدومه. ودابا واش شفتي الفرق بين الانسان والحيوان؟ بعدا لا جيتي تشوف ان كل حيوان على وجه هذه الكره الارضيه راه عنده كل واحد فيهم دور واحد، ولا نقارض شي حيوان ولا شي حجره كتختل الطبيعه وكيكون عنده واحد الدور فعال. وفي نظركم نتوما شنو نقدروا نسميو هذا الكائن هذا؟ كتبوا لي في الكومونتير. وقبل ما نسالي بغيت نقول لكم انا دويت بشكل عام وما ركزتش على حاجه وحده، حيت هذا الشيء كاين في اي بلاصه مشيتي لها. واكيد هاد الكائنات الحيه ما كيشرفوا حتى شي مدينه وما كيمثلوهاش، سواء انفاس ناسها رجوله ورجال بحال مكناس. والرباط نفس الشيء، كازا طنجه اكادير وجده تطوان سلا قنيطره مراكش، المغاربه كاملين رجال وكاع المدن اللي يعمرها هذا. غير هو هاد النوع هذا ما عرفتش منين خرج صراحه وما عرفتش منين جا. المهم الفيديو قصير غير هنا غنحبسو غير باش ما نغبرش عليكم عاوتاني، ولكن كنوعدكم بحلقه زوينه بخصوص الخميس الاسود قريبا. ودابا غنقول لكم تهلاو. Solo AI, solo AI.